صباح الخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل البصارة، من احلى الاكلات الشعبية اللي ممكن نعملها ومفيش حد طبعا ما بيحبهاش. انا هنا هقول لكم المكونات، لاني كنت حضرت المكونات في الفيديو، فالمقطع اتمسح مني غصب عني. معايا ربع كيلو من الفول المدشوش وبصلايه كبيره، معايا حزمه من الشبت والكزبره والبقدونس، معايا ما يقارب من 5 فصوص من الثوم، وحطت لها كمان قرن من الفلفل. طبعا الفلفل هينقلها في حته تانية خالص، وجزرايه. بعد كده بقى انا بشغل عليها النار تكون عاليه لحد ما تتسلق وتستوي زي ما انتم شايفينها كده. لازم كل المكونات تكون مستويه تماما. بعد ما البصاره بقى بتستوي انا برفعها من على النار، ببردها، بعد كده بحطها في الخلاط. دلوقتي انا بردت البصاره ونقلتها في بوله تانية. بعد كده بقى هحطها في الخلاط. طبعا يا جماعه لازم تكون يعني بارده او حتى دافيه شويه. طبعا لو انت عندك الهاند بلندر ممكن تعمليها بالهاند بلندر، اسهل واسرع. بس طبعا كل واحد على حسب مقدرته، على حسب ظروفه، وعلى حسب المعدات يعني المتوفره عنده. انا هنا دلوقتي بحط البصاره في شفش الخلاط علشان اضربها. لازم نضربها كويس جدا، ما يبقاش فيها اي قطع. وزي ما انتم شايفينها هنقلها بقى في الحله اللي كانت فيها. طبعا انا غسلت الحله كويس جدا اللي انا سلقت فيها مكونات البصاره، نقلت فيها البصاره بعد ما ضربتها في الخلاط. وهكرر نفس الخطوة السابقة في كل كمية البصارة. طبعا لازم يعني لو البصارة نشفت معاكم لازم نحط لها مية علشان نمشي سكينة الخلاط. هنا خلاص كنت خلصت كل كمية البصارة الموجودة عندي. ضربتها كويس جدا في الخلاط، نقلتها في الحلة. بعد كده هرفعها على البوتاجاز. المكونات بقى بتاعتي اللي هحطها عليها او البهارات، هحط لها معلقة من الفلفل الاسود والكزبرة والكمون والملح. طبعا الملح حسب الرغبة، وهنقلبها كويس جدا. طبعا هي دي توابل البصارة، ما تزودوش عنها حاجة تانية خالص. بعد كده بقى هقلبها كويس لحد ما البهارات دي اثرها يروح خالص، مش عايزينها تبقى مكلكعة زي ما انتم شايفينها كده. فانا هفضل اقلب فيها كده لحد ما اثر البهارات ده يروح خالص. طبعا هشغل عليها النار طول ما احنا من فترة للتانية، طول ما احنا واقفين البصارة لازم نقلبها، لانها لو احنا سهينا عنها بتلزق في الحلة. زي ما انتم شايفين البصاره بتغلى اهي. بقى هحط طاسه على النار علشان اعمل البصله بتاعه البصاره فيها. حطيت معلقه كبيره من السمنه، وعندي طبعا بصله مفرومه فرم ناعم. طبعا زي ما انتم شايفين لو تلاحظوا انا بقلب في البصاره طول ما انا واقفه، علشان البصاره بتتقل وبتلزق في الحله. فاحنا مش عايزين كده، مش عايزينها تعمل ارضيه خالص ولا تتقل علشان ما تتحرقش. طبعا في الخطوه دي انا وطيت النار تماما على البصاره علشان تغلي براحتها. بعد كده بقى هنزل ببصلايه كبيره فرماها فرم ناعم. هقلبها كده. احنا عايزين البصله تاخد اللون الاحمر اللي هو اللون الوردي الحلو ده. طبعا انا هنزل على البصله بعد ما اشوحها كده وتدبل. هنزل عليها بمعلقه كبيره من الثوم. طبعا بيفرق جدا في الطعم. انا نزلت بالثوم اهوت. البصله كانت يعني دخلت في اللون الاصفر، ونزلت عليها بمعلقه كبيره من الثوم. هقلبها مع بعضها. طبعا الثوم احنا بننزل عليه بعد ما البصله بتاخد لون، لان الثوم يعني بيحمر بسرعه وهيتحرق مننا لو حطيناه في الاول. بعد كده بقى هاخد معلقتين من تقليه البصله اللي انا عملتها دي واحطها على البصاره. بعد كده بقى هحتفظ بالبصل ده وهقول لكم هنعمل بيه ايه في الاخر. هنا بقى انا كنت رفعت البصاره من على النار. طبعا انت بترفعي البصاره من على النار لما تلاقيها لفت معاكي وتقلت، وتلاقيها وهي بتغلي بتعمل فقاقيع كده. يعني ما ترفعهاش من على النار الا لما تلاقي ايدك اتحرقت يعني. فانت بترفعيها من على النار لحد ما سمكها بيتقل زي ما انت شايفاها كده. طبعا بهزر يا جماعه، يعني ما مش عايزين نتحرق خالص. احنا بعد كده بقى هنحط عليها البصل اللي احنا عملناه. طبعا ده للزينه. انت ممكن بقى تحطي بصل، ممكن تحطي سمسم، اللي انت عايزاه. طبعا البصل ده يا جماعه بينقلها في حته تانية خالص، وطبعا هو حسب الرغبه، في ناس ما بتحبوش. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، وقولوا لي رايكم في التعليقات.